مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم راح نتكلم عن تصرفات تبينك شخصية قوية واثقة من حالك حتى لو كانت شخصيتك ضعيفة. هعلمك بعض التكتيكات وبعض المواقف إذا تعرضتي لها كيف إنك أنت تردي فيها وكيف إنك أنت تواجهيها. خلونا نبدأ. تعلمي كيف تتحكمي بأعصابك ولا تعطي ردة فعل قوية، لأنه كل ما أعطيتي ردة فعل قوية كل ما بينتي هنا أنه أنت شخصية ضعيفة. رح تقولي طيب ما أحيانا المواقف تستلزم مني أنه أنا أعطي ردة فعل. معروفة إنه اللي بيعطي ردة فعل قوية في مواقف، إذا حد انتقدك، حد استفزك، حد قالك حاجة ما عجبتك وعطيتي على طول ردة فعل جدا قوية، هنا بتبيني للناس هم إيش هي نقطة ضعفك، راح تبيني لهم إيش أكثر شيء بيستفزك. وإذا حد كان بيكرهك والله راح يستفرد في هذه النقطة. فعلشان كذا ما تبينيش ردة فعل قوية علشان ما حد يعرف إنه هذا الشيء بيستفزك، لأنه دائما اللي بيبين ردة فعل قوية على بعض الأشياء هو بيكون في الغالب هو من إحساسه بالنقص في هذا الجانب، فهو قام أعطى هذه ردة الفعل القوية. فردة الفعل القوية دليلها ومعناها إنه أنت استفزيتي وإنه هذا الشيء بيضايقك، فأنت هنا كأنك تسمحي للشخص اللي يضايقك تقولي له تفضل هذا مفتاحي وتفضلي الآن أنت استفرد فيني. هو راح يزيد العيار، فبالتالي أنت راح تزيدي عصبية وحدة وهم راح يضحكوا في النهاية، لكن أنت اللي راح تاكلي في نفسك. هذا الدليل على إنه أنت شخصية غير واثقة من حالك وإنك أنت شخصية ضعيفة. فبتبيني ردة فعل جدا قوية وحادة. طيب الحين كيف أتصرف مع موقف إذا أحد فيه استفزني أو ضايقني بالكلام؟ راح أعطيكي مثال. إذا أحد راح قال لك إيش هذا؟ إيش لبسك؟ ليش لبسك كذا مش حلو؟ لبسك اليوم مرة بايخ. أنت هنا تردي بكل هدوء ولباقة وابتسامة، راح تقولي الناس أذواق وما أتذكر متى أنا طلبت رأيك فيني. هنا صدقيني راح تسكتيهم مهما كان ومهما قالوا عنك، راح يعني حتى لو كان هم حابين يطولوا في الكلام، حابين يزيدوا في الانتقاد، صدقيني هنا ولا حرف راح يسكتوا. طبعا هذه المواقف دائما بتحصل لك مع الأهل، مع المقربين أو الأصدقاء المقربين، فعمرك ما تعطيهم فرصة بأنهم يزودوا في انتقادهم لك، لأنك لو أعطيتي فرصة لأي مخلوق على هذا الكوكب صدقيني راح يستفردوا فيكي، وإذا استفزوك اليوم مرة راح يستفزوكي مرات بعدين. فأنتي من البداية اقطعي أي أحد راح يحاول ينتقدك، على طول انهي أي انتقاد. أنا راضية عن حالي، أنا عارفة حالي، وأنا عارفة حالي إيش بلبس وإيش بقول وإيش أسلوبي ومين أنا. هنا صدقيني ما حد راح يتكلم معاكي ولا حد راح يزود في الكلام معاكي أو راح يفكر إنه يجي مرة ثانية وينتقدك. لو لاحظتي في المقابلات العالمية تبع المشاهير العالميين بيكون المذيع يحب إنه يستفز الضيف، يستفز هذا المشهور، وهذا المشهور بيرد بكل هدوء ولباقة وابتسامة. فالمذيع ما بيعطوه فرصة أصلا إنه هو يزيد الضغط عليهم، لأنه لو بين هذا المشهور للمذيع إنه هو هذا السؤال استفزه أو هذا الشيء استفزه، هنا المذيع راح يزيد بالعيار وراح يضغط عليهم. طبعا هذا الأسلوب مو جاي من فراغ، هم بيكونوا ماخذين دروس ومتعلمين عند كوتشات أو مدربين لفنون الرد وضبط النفس، فهم بيتعلموا كيف يردوا في هذه المواقف وكيف هم يتصرفوا إذا حد استفزهم، علشان يبينوا إنهم أشخاص واثقين من حالهم وشخصيتهم قوية. لما تروحي زوارة أو تروحي عند أحد لا تختلطي بس في الأشخاص اللي تعرفيهم أو بالأشخاص اللي جيتي معاهم، وسعي دائرة علاقاتك. روحي تعرفي على ناس جدد، سلمي على هذه، تعرفي على هذه، اثني على هذه، يعني وسعي دائرة معارفك. ما تنحصري بس على الناس اللي تعرفيهم. ليش انتي منحصرة اصلا على الناس اللي تعرفيهم؟ لانك خايفة من الرفض، خايفة اذا ضحكتي من هذه تبوز في وجهك كذا، خايفة اذا انتي كلمتي هذه تطالع لك كذا وتسكت. هنا انتي خايفة من الرفض، فما تخافي من الرفض، وسعي من دائرة معارفك، تجرأي تكلمي مع هذه، اضحكي مع هذه، تعرفي على هذه، ادخلي في حوار، ادخلي في نقاش. هنا انت مرة على مرة راح تتعودي وراح تزيد
قوة شخصيتك، وراح تكوني جدا واثقة من نفسك، وراح تكون بناء العلاقات شيء جدا سهل وبسيط بالنسبة لك. وكمان راح يختلف نظرة الناس لك لما يشوفوكي شخصية دخولية وتتكلمي مع هذا وذاك. ايش هم راح يفكروا؟ راح يقولوا والله انك شخصية لطيفة لبقة وشخصية كده محببة، فبالتالي راح تكوني المميزة بنظرهم. عمرك في حياتك ما تذكر عيوبك قدام أحد، وعمرك في حياتك ما تقللي من قيمتك قدام أحد. ما تروحي تقولي للناس تعالوا شوفوا بشرتي كيف فيها حبوب، تعالوا شوفوني، شوفوا كيف، شوفوا لبسي مو حلو. انت هنا بتقللي من قيمة نفسك وبتخلي الناس تركز على الأشياء الناقصة. بالتالي الناس إيش راح تقول عليك؟ راح يقولوا فلانة ما تلبس حلو، حتى لو كان لبسك حلو. بس ليش؟ لأنك انت دميتي نفسك، لأنك انت هنا خليتيهم يحطوا هايلايتر تحت الكلام اللي انت بتقوليه، فبالتالي هم راح يركزوا على هذا الشيء وراح يقللوا منك، فبالتالي انت راح تزيد ضعف ثقتك بحالك، راح يزيد ضعف شخصيتك داخليا، وانت لا شعوريا راح تنزوي بنفسك وما راح تكوني واثقة من حالك. راح أتكلم لك عن نفسي، أنا أحيانا بلبس أشياء مو عاجبتني ومع ذلك بلبسها. إذا حد قال لي عمره ما حد قال لي أصلا لبسك مو حلو، لأنه أنا عارفة لما بلبس، عارفة إنه هذا، أنا داخليا عارفة إنه اللبس هذا ما عاجبني أنا كشخص، بس ممكن يعجب غيري. أحيانا اللي ما يعجبك يعجب غيرك، فلا تجي وتذمي نفسك وتقللي من قيمة نفسك ظنا منك إنه هذا الشيء راح يبينك متواضعة، هذا الشيء راح يبينك شخصية إنه شخصية اجتماعية، شخصية واو كول. لا حبيبتي، هذا راح يبينك إنك أنت شخصية ضعيفة. انت كده حتخليهم يركزوا على ضعف شخصيتك. اما بالنسبة للبنات اللي بيقللوا من قيمة غيرهم او بيقللوا من شأن غيرهم، سواء كان في لبسهم، في شكلهم، في اسلوبهم، في اي شيء، انت هنا ما بتبيني انك انت بس شخصية ضعيفة، لا، هنا بتبيني انك انت شخصية سواد فيك من داخل. فالله خلقنا في هذا الكون كله، كلنا سواسية، كلنا عيال 9، وكلنا جميلات، ما في واحدة أفضل من الثانية، كل واحدة مميزة مفضلة عنك. أنت اليوم ذميتي فلانة وهي هذا الفلانة في عندها ميزة هي مش متواجدة عندك، فلذلك لا تذمي أحد. إذا أنت شفتي ناس بتتكلم على شخص، حاولي انك ما تتدخلي في هذا الحوار وخليكي بعيدة وتجنبي الحوارات اللي فيها القيل والقال. عمرك في حياتك ما تقابلي المجاملة بدم في الذات. الآن إذا أحد جو وقال لك لبسك حلو، لا والله هذا اللبس مستلفتة من أختي. إذا حد قال لك مكياجك حلو، لا والله هذا حلو، أنا هذا سويته عند واحدة كذا كوافيرة سوت لي إياه. إيش؟ إذا أحد قال لك لون عيونك بيجنن، لا والله هذا كله شغل العدسات. مالكم؟ إيش فيه؟ هم بيمدحوكي، انتي ما اقولي لهم شكرا يسلموا، مش تروحي كل حاجة تعطيهم تكسير في حالك. هنا انتي مو بتجاملي حبيبتي، انتي هنا بتخليهم يكسروا من مقاديفك، بتخلي نفسك ما تسوي عندهم. يعني انتي كلك فيك على بعضك. خلي 2 بنات يلبسوا نفس اللبس، راح تشوفي هذه جدا رهيب عليها، أحلى من هذه. ليش؟ لأنه درجة كاريزما هذه مختلفة عن درجة كاريزما هذه، فبالتالي كل شخص عن شخص يفرق. اللبس اللي أنا لبست اليوم هذا اللبس، إذا واحدة ثانية جت ولبست لبسي، هل راح تكون بنفس هذا الشكل؟ لا، راح تكون مختلفة، قد تكون أحسن وقد تكون مش واو. من واحد لواحد تختلف الكاريزما، فلا تقللي من قيمتك ولا تقابلي المجاملة بدم. بالعكس، اللي يجاملك قولي حبيبتي تسلمي، هذا جمال عيونك، كلك ذوق، لبسك حلو يا عمري. دايما حطيها في عقلك، اللي حلي اللبس دايما مو اللبس نفسه، لا، لباسة. إذا حابة تزيدين من ثقتك بنفسك، صاحبي أشخاص واثقين من أنفسهم. ما يصير أنت حابة تزيدين من ثقتك بنفسك ومصاحبة أشخاص ضعيفين شخصية، كذا عمرك ما راح تتطوري، عمرك ما راح توصلي للشخصية أو للمكانة اللي أنت حابة أنك توصليها، لأنهم هم راح يرجعوك للورا. عكس لما أنت تتصاحبي وتعرفي أشخاص واثقين من حالهم. لما بتتعرفي على أشخاص واثقين من حالهم، تلقائيا بدون ما تبذلي أي مجهود، أنت راح تنسحبي لهم
ومثل ما يقولون أهل أول الصاحب ساحب. تكوني تحملي أخطائك ولا تكوني من الأشخاص اللي يرمي أخطائه على الغير. يعني إذا أنت سويتي شيء قولي إيه أنا اللي سويته، مو هذاك اللي سواه، أنا قد مسؤوليتي، أنا قد تصرفي هذا. مش إذا أنت كان التصرف صح أيوة أنا اللي سويته، وإذا كان التصرف غلط لا هم اللي سووه. هنا أنت شخصية ضعيفة. ليش؟ لأنك ما بتتحملي ولا بتكوني قدر عالي من المسؤولية لتصرفاتك. أنا سويت هذا التصرف، أنا سويت، سواء كان صح غلط أنا اللي سويته. هنا أنت شخصية تتحمل أخطائها وتواجه أخطائها، سواء كانت سلبية إيجابية تواجهها وما تتهربي. تكوني قد اتخاذ قرارك واتخاذ مسؤولية قراراتك، تكوني قد المسؤولية، فبالتالي راح تكوني شخصية جدا قوية. أما إذا تهربتي وإذا كنتي متدحرجة في اتخاذ القرارات، هنا راح تكوني شخصية ضعيفة. عادي حتى لو اتخذت قرار غلط اليوم راح يكون قرار غلط، بكرة راح يكون قرار صح. فما تخافي أبدا واتخذي واقدمي على أي حاجة، أهم شيء يكون هذا الشيء صح وفي مصلحتك. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم فيديو جديد. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. وبس والله أشوفكم فيديو جديد. باي باي.